السلام عليكم يا أصدقائي. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا غير حياتي بشكل كامل، وهو الروتين الصباحي اللي بقالي سنة بطبقه وحول حياتي من شخص كسول لشخص منتج ومليان طاقة. في البداية عايز أقول لكم إن التغيير مش سهل بس مش مستحيل. قبل ما أبدأ تطبيق الروتين ده كنت بصحى متأخر، مش منظم ومش عارف أحقق أهدافي. دلوقتي بقيت شخص مختلف تماما. الروتين بيبدأ من الليلة اللي قبلها. بنام الساعة 10 مساء عشان أقدر أصحى 5 الصبح. في الأول كان صعب جدا، بس مع الوقت جسمي اتعود. قبل النوم بحضر كل حاجة هحتاجها الصبح: هدومي، شنطتي، وبرنامج اليوم التاني. أول ما بصحى بتجنب تماما إني أمسك الموبايل. بقوم على طول وبشرب كوباية مية دافية بالليمون. المية الدافية دي بتنشط الجسم وبتساعد في الهضم. بعدها بصلي الفجر، وده بيديني طاقة روحانية رائعة لبداية اليوم. بعد كده بعمل تمارين خفيفة لمدة 20 دقيقة. مش لازم تمارين صعبة، ممكن مشي في المكان، تمارين إطالة أو يوجا خفيفة. التمارين دي بتنشط الدورة الدموية وبتفرز هرمونات السعادة. بعد التمارين باخد دش سريع بمياه باردة. صعبة في الأول بس مفعولها رهيب في تنشيط الجسم والعقل. بعدها بجهز فطار صحي: شوفان بالموز والعسل، أو بيض مسلوق مع خضار، وكوب شاي أخضر. الجزء الأهم في الروتين هو ساعة التركيز. من الساعة 6:30 لحد 7:30 الصبح بقعد أقرأ، أكتب، أو أخطط لمشاريعي. الوقت ده بيكون عقلي صافي وقادر على التركيز بشكل أفضل. النتائج اللي شفتها مذهلة: إنتاجية أعلى، طاقة أحسن طول اليوم، نوم أعمق، وتحسن في الصحة النفسية والجسدية. كمان لاحظت إني بقيت أقدر أتحكم في وقتي أحسن وأحقق أهدافي. نصيحتي ليكم: ابدأوا بالتدريج. مش لازم تطبقوا كل حاجة مرة واحدة. ابدأوا بحاجة واحدة وكل أسبوع زودوا عادة جديدة. المهم الاستمرارية مش السرعة. وفي حاجة مهمة: الروتين ده مش قانون ثابت. غيروا وعدلوا فيه على حسب احتياجاتكم وظروفكم. المهم تلاقوا الروتين اللي يناسبكم ويخليكم تحسوا بالراحة والإنتاجية. لو حسيتوا في يوم إنكم مش قادرين تطبقوا الروتين، متزعلوش من نفسكم. كلنا بنمر بأيام صعبة. المهم نرجع تاني نكمل من غير ما نحس بالذنب. أتمنى الفيديو ده يكون فاتكم ويكون حافز ليكم تبدأوا في تغيير حياتكم للأفضل. لو عجبكم المحتوى متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وشاركوا تجربتكم في الكومنتات. وأوعدكم هجيب لكم محتوى أكتر عن التطوير الذاتي والإنتاجية. شكرا لوقتكم، وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. سلام.